اهلا بيكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم الحمام المحشي، وصفة مصرية بامتياز. النهاردة هقدمه او هحشيه بالرز. حلو جدا، طريقته بسيطة جدا. هقول لكم طريقة التسوية المظبوطة وازاي يطلع معاكم باللون التحمير الحلو ده. اللي لسه ما جربوش يجربوا على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم جدا. في طاسة على النار هضيف معلقتين كبار من الزيت، وهكون مقطعة بصلة تقطيع صغير كده. هبتدي ان انا ادبل البصلة واحمرها. انا عايزة لونها يبقى واخد لون محمر كده، علشان ده اللي هيطعم لي الرز بعد كده. بعد كده هنزل في نفس الطاسة بالكبد والقلوب بتاعة الحمام، بكون مقطعها صغير، بديلها تشويحة كده. اول ما تخش في السوا هبتدي اقلبها مع البصل اللي احنا حمرناه قبلها. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اكون مجهزة معايا الرز. لكل فرد حمام كبير هياخد 4 معالق كبار من الرز. لو فرد الحمام صغير هياخد 3 معالق كبار بس من الرز. بقلب بقى الرز مع البصل والكبد، بديله تشويحة بس ينشف كده. وهبتدي اضيف، وده اختياري، نص كوباية من الزبيب. ده بيحل طعم الرز. لو انتوا مش حابين الزبيب ممكن تستغنوا عنه. بهر بقى الرز بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الملح، ومكعب من مرق الدجاج. انا هنا بظبط الملح علشان الكمية مش كبيرة، هضيف بس معلقة صغيرة من الملح ومكعب واحد من مرقة الدجاج. هنزل بعد كده بمية تكون مغلية على الرز، يا دوب تغطي الرز. زي ما انتوا شايفين اللون الحلو ده ناتج عن لون البصل اللي حمرناه مع الكبد. هبتدي ان انا اغطي الرز مدة مثلا نص ساعة او تلت ساعة لحد ما يتشرب المية ويبتدي يستوي. انا هنا بسويه 3/4 سوا، مش نص سوا، 3/4 سوا، علشان انا بقلق شوية من تسوية الرز في الحمام. اول ما يشرب المية كده ويبتدي خلاص يتشرب معانا ويوصل للمرحلة دي، بجيب بقى طبق كبير وببتدي ان انا افرد عليه الرز، علشان الرز ده لازم يبرد تماما قبل ما ابتدي احشي بيه الحمام. ودي خطوة مهمة جدا علشان يطلع معاكم مفلفل كده، ما يطلعش معجن. بسيبه بقى يبرد لمدة نص ساعة في حتة كده يكون فيها تهوية مناسبة. وبعد كده بكون بقى مجهزة معايا الحمام. هنا معايا 3 فرد حمام من النوع ده. بكون مورقة الحمام. مورقة الحمام يعني بفصل الجلد عن اللحم بالطريقة دي بالراحة جدا. بدخل ايدي كده بالشكل ده وببتدي ان انا اورق الحمام، يعني افصل الجلد عن اللحم. وخلي بالك لو انت عندك ضوافر، علشان جلد الحمام بيبقى رقيق جدا ما بيستحملش، فممكن يتقطع منك. بالراحة كده. وده النوع التاني اصغر شوية في الحجم. ببتدي برضو ان انا اورقه كده من تحت زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، علشان بقى ابتدي احشي الحمام. هبهر بقى الحمام قبل ما ان انا احشيه. هبهره ازاي؟ هبهره بطريقة بسيطة جدا. هضيف رشة بسيطة من الفلفل الاسود، رشة بسيطة من الكمون، ورشة بسيطة من الملح. وببتدي ان انا ادلك الحمام بالطريقة دي علشان يكون اللحم من بره كده يكون طعمه حلو. ما بضيفش بصل، ما بضيفش اي حاجة غير اللي انا قلت لكم عليه. وبكون مكتفة الحمام من الجناح بالشكل ده من ورا. ببتدي بقى هنا الرز بعد ما يبرد تماما، ببتدي بس اعمل مكان كده في الطبق زي ما انتوا شايفين علشان احط الحمام. ومن الناحية كده بتاعة البطن ببتدي ان انا احشي بقى بالمعلقة. الطريقة بسيطة وسهلة جدا. بالمعلقة كده ببتدي ان انا ادخل الرز الاول في بطن الحمام، وبعد كده في الحتة اللي احنا ورقناها ما بين الجلد واللحم من تحت. اسهل بكتير ما تحشوها من ناحية الزور. انا في الاول كنت بحشيها من ناحية الزور، لكن كانت بتضايقني شوية وبتاخد وقت، لكن من تحت كده ما بتاخدش وقت، بطريقة بسيطة وسهلة جدا. طبعا انا هنا بستخدم ايدي علشان مش عارفة البس جلافز، لان لو لبست جلافز مش هتمكن من ان انا احشي الحمام، مش هبقى مرتاحة يعني. فهدخل الرز كده لحد تحت لحد ما اوصل لمنطقة الرقبة او منطقة الزور بالشكل ده. برضو ما كبسش الرز في المنطقة اللي في النص كده من عند بطن الحمام، علشان الحتة دي بتكون رقيقة وممكن تفتح معاكم اثناء التسوية او اثناء سلق الحمام. هنا بتأكد خلاص ان انا حشيت الحمام كفاية. احشوا براحتكم علشان الرز ده تقريبا مستوي، زي ما قلت لكم مستوي 3/4 سوا، مش نص سوا. فاحشيه براحتكم. هو كده كده مش هيزيد قوي في الحمام او مش هيفرقع معاكم يعني، فاطمنوا خالص. ومكان الزور كده برضو ببتدي ان انا احشي لو محتاجة شوية من الرز. بنفض بقى الحمام كويس جدا من الرز اللي عليه.
من على الجلد كده من ورا ومن قدام. وببتدي بقى ان انا هنا بعد ما بخلص زي ما انتوا شايفين ان انا هكتف الحمامة، بحط بس رجل واحدة في المنطقة دي، والرجل التانية بحطها على تحت الرجل الاولى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، بدخلها تحت الرجل الاولى. والقلصة بقى اللي انا ما استخدمتهاش اهو هبتدي ان انا احطها في بطن الحمامة كده علشان المية او الشوربة ما تطولش الرز من المكان ده او يقع منها. فانا هنا بثبت بس الرز في الحمام بيكون برضو طعمها حلو وكده. خلاص الحمام جاهز معايا، هحط اول واحدة على جنب وهحشي معاكم برضو النوع التاني زي ما انتوا شايفين كده. انا مورقاه فاصلة الجلد عن اللحم، وابتدي ان انا احشي كده الحمام. بحشي الاول منطقة البطن وبعد كده بدخل بقى الرز ما بين الجلد واللحم بالشكل ده، وبنزل بيه لحد ما يوصل لمنطقة الرقبة. ببتدي احشي كده البطن والجلاد لحد ما بوصل لمنطقة الرقبة او منطقة الزور. ومن فوق كده لو حسيت ان الرقبة محتاجة شوية من الرز بحشيها، وبنفض برضو الرز زيادة من على الحمام وانا بشتغل زي ما انتوا شايفين. حتى لو حجم الحمام معاكم مش كبير قوي بعد الحشو يبقى حجمه حلو. بدخل بقى الرجل الاولانيه زي ما قلت لكم في المنطقه دي، والرجل التانية تحتها على طول، وبالقنصه كده ببتدي ان انا اسد الحته بتاعه البطن دي، وبيكون معايا الحمام زي ما انتوا شايفين حلو جدا. بخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه اللي حشيت معاكم بيها الحمام. ودي كل الكمية. انا عامله هنا 7 فرد من الحمام زي ما انتوا شايفين. مفيش رز، منفضه كويس جدا من الرز الزياده وحشياه وشكله حلو وجميل جدا. بكون بقى هنا جايبه اكبر حله عندي بحط فيها ميه لحد ما تغلي. بحط فيها بقى ايه، بحط فيها بصلة كبيرة، طماطم، بحط فيها ورق لورا، بحط فيها حبهان سليم، بحط فيها كباب صيني لو عندكم، فلفل اسود حب، وشوية من الفلفل الاسود برضو المطحون، وشوية من الكمون. بسيب المية تغلي كويس جدا. لو حسيت ان هي زيادة ببتدي ان انا انقص منها زي ما انتوا شايفين، وبنزل بقى بالحمام في الشوربة دي. اول ما بينزل زي ما انتوا شايفين بيلم على بعضه كده، بغطي بقى الحلة وبسيبه بالظبط ساعة. الحمام مش اقل من ساعة عشان يستوي معاكم، لان عظم الحمام بيكون بيشد شوية. ده بعد ما خلاص فات عليها ساعة ببتدي بقى ان انا اخرج الحمام بالشكل ده. حاولوا لو في رز زيادة نازل في الشوربة وانتوا بتاخدوا الحمام من الشوربة كده ما تطلعوش معاه رز، علشان لما تيجي تحمروه كده يكون متحمر حلو. في طاسة بقى هبتدي انزل فيها شوية من الزيت، ممكن تضيفوا زيت وسمنة بلدي او ممكن تضيفوا زيت بس. بصفي الحمام شوية الاول قبل ما بطلعه في مصفى علشان ينزل الشوربة الزيادة اللي فيه او المية الزيادة اللي فيه، وبعد كده بقى ببتدي ان انا احمره. اديله وقت في التحمير، يعني كل ناحية كده او كل جنب يتحمر كويس جدا. بالماسك كده ببتدي اقلب الحمام على كل ناحية لحد ما يتحمر معانا كويس جدا، ضروري علشان يبقى شكله كده في التقديم حلو. التحمير ده كمان بيدي طعم حلو قوي. طبعا ممكن تستغنوا عن الطريقة دي في التحمير وتحمروه في الفرن، يعني تدوله فرشة كده من الزيت او السمنة وتحت الشواية تحمروه لو مش عايزين تحمروه في الزيت. لكن انا بصراحة عندي بيحبوه متحمر بالطريقة دي. في طبق التقديم بقى برش كده شوية من الشبت والكزبرة او الشبت والبقدونس زي ما تحبوا، رشة كده محترمة. وبعد كده بنزل على الفرشة دي بتاعة الخضار بالحمام، بتدي طعم حلو اوي الحمام. ولو الرقبة كده ظاهرة بقصها علشان بس ايه التقديم كده يكون شيك. طبعا دي مش الكمية كلها، انا حمرت معاكم الكمية دي علشان اقدمها لكم واوريلكم بقى شكل التحمير حلو جدا. وزي ما قلت لكم لو مش عايزين تحمروه في الزيت ممكن تحمروه تحت الشواية، مفيش اي مشكلة، بيكون طعمه برضو حلو جدا. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم قوي. دي كانت وصفتي النهاردة الحمام المحشي. لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير وافكار كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.